السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله. بس الفيديو ده انا طبعا مسجله بعد الساعة 12 بالليل، يوم الخميس اللي هو امبارح. النهارده الجمعة، واحنا متعودين يوم الخميس ده كده نقعد نسهر مع بعض وناكلوا فول سوداني ولب وبشيبسي وبيبسي. المهم ده لزوم سهرة الفيلم وبتاع. انا دلوقتي قلت لهم لا، انا هنعمل لكم اكله حلوه كده مية مية نتعشى بيها كده، واحنا بناخد الفيلم مع بعض. المهم دخلت ببص في التلاجة كده، هتعمل لهم ايه يا بت، هتعمل لهم ايه يا بت. رحت لقيت ايه، لقيت لفة الجلاش دي بتناديني في التلاجة. والله والله هتناديني، اقول لي تعالي لي. طب تعالي لي انتي. المهم المهم رحت جبت لفة الجلاش دي هوب، وعملتها كده. اعملها عادية خالص يعني، سادة ما فيهاش اي حاجة جديدة. على فكرة احنا بنحبها كده سادة يعني، اكتر اكلنا الجلاش بنعمله سادة، مش بنحب فيه اي حشوات ولا كده. لما تجيبي ايه، تدهني الصينية كويس، ورقتين وتدهني سمنة، ورقتين وتدهني سمنة، ورقتين وتدهني سمنة، لحد اخر ورقة تكوني مسيباها كويس. اهم حاجة الجلاش اللي بنقطع ده تحطيه في النص. ورقتين كده مسيباهم كويس، تروحي تحطيهم على الوش كده، وتجيبيهم من الجنب من هنا من فوق لتحت، زي اكنك بت ايه بتغيري مفرش السرير. تجيبيها من الجناب كده وتدخليها لتحت، من الجناب وتدخليها لتحت كده. تمام. تيجي تقطعيها كده. انا قطعتها مربعات، حابه تقطعيها مثلثات عادي، حابه ان شاء الله تقطعيها دواير برضو مش هتفرق. اهم حاجه انك ايه، تقطعيها بالتقطيع اللي تحبيها. بس كده. وتيجي زي ما شافت بقطع الجلاش، وعلى الفرن على طول يا باشا، فرن سخنه. ومنا والجلاش ايه، يستوي معانا. مش هنقعد كده ساكتين، لا هنعمل الاكل بتاعنا. هنعمل ايه، هنعمل لكم شويه مكرونه. بصي، عظمه 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 عظمه. وشويه كبده اسكندراني من الاخر. عشان نعمل الصلصه بتاعه المكرونه هتجيبي زيت. انا هنا مستخدمه زيت، حابه تستخدم سمنه هتكون معاك افضل واحلى، بس انا كنت عامله زيت عشان خاطر تكون خفيفه كده معانا، ما تبقاش تقيله زي ما عارفه ان احنا ايه بناكل بالليل. فعلى المهم، ادي حطيت اسمه ايه ده، الثوم والزيت مع بعض. تستنى التومه كده تتحمص، تاخد التحميصه الجميله واللون الجميل معانا. بعد كده هتنزل عليها بمعلقه الصلصه. اهم حاجه يكون صلصه كويسه ونظيفه، نوع كده زي ما بصي زي ما شايفاه. هيدي معاكي قوام للصلصه كده جميل ومظبوط، واللون برضو كده. بس تشوفي كده الصلصة بتاعتنا اهو. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا فين اللايك يا جماعة. بصي ادي الصلصة زي اللي قلت لك عليها، بصي اهي. وتنزلي بمكعب المرقة، التحميصة بتاعت مكعب المرقة دي بتفرق في الطعم والله. هتنزل عليها بالصلصة، او انت تضربي طماطم في خلاط عادي. بس انا هنا كنت حاطه صلصة في الفريزر، ما كانش عندي طماطم، فالصلصة دي انا مفرزاها من قبل رمضان، وقاعدة عندي في الفريزر ايه الوقت زنقة. لما هنسلق المكرونه الميه بتاعتها فيها ملح وزيت، وتنزلي بالقصه بتاعت المكرونه اللي تحبيها. انا كنت مستخدمه المكرونه اللي هي الهلاليه، اللي هي شكلها عامله زي الهلال كده، الملويه دي. المهم تطلع معاك مظبوطه. شايفه الصلصه قدامك ازاي؟ انا والله العظيم استاذه وبلا فخر وبلا فخر وبكل تواضع، واخده بالك كنت استاذه في الصلصه. ادي الصلصه كده حمرا ازاي، جميله جميله جميله، لونها بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها. ادي كان الجلاش بصي في ثانيه كده طالع من الفرن معانا كده جميل، لونها بصي واخدة اللون الذهبي المحترم. تنزل عليها بالشربات بتاعنا. الشربات بتاعك هتكون عامله ايه، كوبايتين سكر عليهم 3 كوبايات ميه. انا نحب خفيف، حابه تقيل حط كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه. تمام. بصي الجلاش يتحدث عن نفسه. الجلاش كده الجمال عدى الكلام، واخد بالك. بس هنعمل كده الكبده مع بعض. هتجيبي طاسه زي دي، الا بتستخدميها في يعني، بس هي الطاسه دي اسمها إيه دي، الصينيه دي بتكون افضل، بتطلع معاكي نفس الطعم بتاع الشارع بالظبط. جربي تعمليها في الصينيه دي كده وقولي لي هتبقى ما تفرق معاكي في الطعم ولا لا. وبلاش طاسه يعني في الكبده وكده. بس هتجيبي كميه زيت محترمين كده، هنزل عليهم دي تقريبا 300 جرام كبده. الكبده ده انا كنت متبلاها بايه، بصل بودره معلقه كبيره، معلقه كبيره توم باودر، معلقه لا مش كبيره، معلقه صغيره كزبره وكمون، وفصين توم مهروسين، وتقلبيهم كده مع بعض. ويدوب بصي يعني نص معلقه خل، ربع معلقه خل كده، حاجه لا تذكر خل. تمام.
وادي الصلصة كده. بصي كانت المكرونة استوت معانا وكبيت عليها الصلصة، ما كبيتهاش كل الصلصة انا. ليه؟ لان ممكن تكون الصلصة زيادة، فانا عملت حسابي ان ممكن تكون الصلصة زيادة، فحطيت الكمية لما نشوفها هتعوز تاني ولا لا. المهم كده شايفة طبعا لون الصلصة بتاعتي. الصلصة بتاعتي دي يعني تتألف فيها كتب، خلي بالك. بس كده حسيت ان هي محتاجة تاني، فكبيت الكمية الباقية بتاعت الصلصة. ادي التوم فوق الكبدة. الكبدة دي اسكندراني 100%. اعمل الطريقة دي مش هتندمي، خليكي ورايا وهتبقى في السليم. بس كده تنزل عليها بشوية الفلفل الأخضر، لو حابة تحطي فلفل ألوان حطي، فلفل حامي ماشي. أنا هنا ما كنتش حابة نحط فلفل حامي عشان الأولاد مش بيحبوه في الكبدة. ادي كده شوية كبدة، روعة الروعة، جميلة الجميلات، جميلة الجميلات فيرجينيا والله. تمام. الكبدة دوت القلب فيها كده عشان ما تحركش منك وتبقى طعمها جميل. اهم حاجه طيب الفلفل يدبل معاك وتطفي عليها النار. وادي الاكل بتاعنا بتاع يوم الخميس دي. ما شفت وانا كده كنت على جنب على جنب كده من غير تصوير يعني. عملت ايه؟ عملت عصير مانجا. عصير مانجا طبعا ما صورتوش، ما هو مفيش افتكاسات، ما هي مانجا وسكر وميه واضرب في الخلاط. كانت شويه عصير مانجا حكايه. وبس كده، سلام، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.